مرحبا، السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم. اليوم يا اخوان رجعنا لكم بفيديو جديد بعد انقطاع عن القناة شهر كامل عن الفيديوهات. بس طبعا اليوم يا اخوان رجعنا لكم بفيديو ردة فعل على تحدي 30 الموسم الثالث. اليوم الحلقة اسطورية طبعا بين عبد الله غليون وعلي فوعاني. اليوم خلينا نشوف مين راح يفوز في هذه الحلقة الاسطورية. طبعا صار في شوية تغييرات في التحدي، خلينا نبلش ونعرف مين راح يفوز اليوم. في سؤال قبل بلشت الحلقة. اسم ابوي مساعد شنو انا؟ خالد. السلام عليك، تفضل ابدا. الاسم الاول الاجابه الاولى عندك. اول سؤال طبعا اوكي. ثيو هرنانديز. الحارس الاحتياطي تترشان. توموري. كلابري. خلينا نشوف بن ناصر. الخاسرين طبعا هذول يا جماعه. اعطينا توقعاتك. عبد الله غليون. رافائيل لياو. عبد الله غليون. جيرو. بشجع عبد الله يا جماعه انا اليوم. مسياس. سليمايكلز. اخوي كمان بشجع عبد الله غليون. ثلاثة علق 2 1 سترايك 1 علي. ميرانتي. سترايك الاول علي. ايه سترايك 3 جابيا. سترايك الثاني باكايوكو. ايه خلي بالك. علق كلنا بنشجع لازيتش كان مهاجم احتياطي. عبد الله غليون. شكله ان شاء الله بيفوز يعني. هم يقولون بعض صح ولا غلط، فانتوا ريحوا شويه. هم عشان كان معنا الموسم صحيح. الثاني. كرونيتش. فلورنزي. الثاني بايلوتوري. طبعا زرولي العيله كان كلها بالبريمافيرا بس لعب بالدوري. دانيال الثاني مالديني. صح. الجزء الثاني الجزء الاول كان أوه. بس انا حاب هذاك عشان خلص عن ما نسيته. 3 2 1 سترايك 2. بس طبعا اعتقد لعبة خلصت. علي القديم كان الموسم كان الاول في والثاني مهاجم وهي بدأ الدوري الثاني. وبعدين راح. يا اخي السترايك بيترو الثاني بيليجري. شكله بده ياخذ الثاني. بيليجري موجود. عبد الله مستمر. يقولوا لي لما يقولوا لي البار خلص. 3 2 1 والباس. نعم عشان ياخذ نقطتين. غليون. يلا خلينا استنى شوي استنى لسه 3 2 1 سترايك 1 عبد الله. السترايك الاول عبد الله. 3 2 1 سترايك 3. صفقة كبيرة لعبد الله غليون. النقطة الأولى. مين لاعب النقطة البلد؟ الأولى شنو فيه؟ اندريا كونتي. هذا من كثر ما مصاب ما بنتذكره. كاستيخو في حد كره. صح. هذول طلعوا اعارات ورجعوا. صح. يلا معلش. السؤال الثاني يقول اذكر اللاعبين الذين زاملوا سيرجيو راموس. يلا في خلينا باريس نشوف طيب. السؤال ميسي. الثاني. دوناروما. ميسي دوناروما نيمار. ورا بعض يلا. حكيمي. فابيان. ممنوع حدا. كيمبمبي. لوكاس هرنانديز. لا لوكاس. الظهير. كان في ميونخ وقت. كان في ميونخ. او هرنانديز. اي اخوتي. لا هو مزبوط. سترايك 1 عبد الله. عبد الله كورتزوا. السترايك الاول. تشوبو موتينج. شوف موتك دقيقة بس في كنا كورزاوا اعتقد ما كان موجود. الحين على موتك ولا كورزاوا؟ الاثنين بس دقيقه. اي بس كورزاوا عطني قرار نهائي عشان نعطي السترايك. اوكي خلينا نشوف على اجابة كورزاوا. علي فوعاني قالها. كورزاوا سترايك 1 علي فوعاني. وايضا في مراجعة على تشيبو موتينج كمان سترايك 1 ايضا. غليون سترايك 2 اسف غليون. ترجع الاجابة عند علي فوعاني. فيراتي. للاسف بولكا الحارس الثالث. مارسيل بولكا. حارس الثالث بولكا. رجعوا للفار كمان. سترايك 3 عبد الله غليون. نقطتين ياخذ علي او نقطة واحدة. اسف عنده سترايك نقطة واحدة. اسماء كثير. غليون انت ليش رحت الحارس الثالث زين؟ نافاس ليش ما رجعت علي ونقطة الاول؟ لعبد الله. اكتيكي، امري، دانييل بريرا، فيتينيا، نونو مندش، برنارد، دي ماريا ايكاردي ريناتو سانشيز، بينالدوم. ذكرتم باريدس. نحن عقدناها حالنا أنا بدنا بشجع نبلش من ورا. عبد الله لأنه 1-1. الموسم يلا الثاني. الختام. الموسم الأول السؤال ما ماذا تعرف تبع راح يكون اذكر رجل المباراة في نهائيات كأس العالم من 2022 بالترتيب إلى أول نسخة. اوكي. نبدأ عند علي فوعاني. اذكر السنة واللاعب. 22 ميسي. مبابي. سترايك 1 عبد الله يا غليون. عبد الله بدي 18. جريزمان. 14. يلا ميسي. خطأ. سترايك 2 عبد الله غليون. سترايك جودزي 2. 14. جودزي صح. حلو وحش. طيب. ركز عبد الله 2010 ركز. انيستا. 2010 نيستا صح. صح. 2006
مان اوف ذا ماتش كان زيدان. زيدان. سترايك. زيدان خطأ لأن الطرد بعد عنا الإجازة. سترايك 1 علي. حتى انت تقول زيدان. غلط. غلط. باس. بوفون. سترايك. بوفون خطأ. سترايك 2 علي. أيوة، 2. اليون. يلا يا غليون. يلا يا اسطوره. هيطلع يطلع. بيرلو. صحيح. 2002 رونالدو. والله كفو. 2 رونالدو برازيلي. 98 زيدان. يلا يلا. 94 روح باس بدي جبار. باس. صحيح. صاحبي. روماريو. روماريو راح ياخذ صح ما راح ياخذ شيء. تفضل. كفو. 90. 90 بريمن. 86 مارادونا. صحيح. 82 حلو حلو. باولو روسي. صحيح. 78 ماريو كامبس. 74 جارد مولر. 70 بيليه. صحيح. 66 جوف هيرست. سلام. ايه والروح. يلا عاد 62 نزلوا. كاس العالم ثلاثة. اخذوه. 2. جارينشا. قرنشة صح. برافو يا غليون. كفو. 58 كفو يا بيليه. عبد الله. الله اوه جابها علي. 3 2 كاس العالم 1. شون. شون. سترايك 3 غليون. صفر لعلي معاني. علي بوشكاش نقطتين. 58. علي نقطتين تقدم. عملها ريمونتادا عليه. واو على من فكرة. نقطة. واو. حلو. خلصنا لعبد الله خلونا ندخل نقطتين. فقرة المزاج. لا علي. الان المزاج. فقرة المزاج. السؤال الأول يقول السؤال الأول، استثناء يلا. الميلان كم اسم لاعب حقق بطولة أوروبية مع الأندية الإيطالية تقدر تذكر في 30 تخيل ثانية. فقرة المزاد. دوري نيوتن رقم 800 الطليق. ما تشوفوش بعض. كاميرات سوبر أوروبا. طب حلو يبينوا على الشاشه. حلو. ما تقول شوي لي ذكر حق الدوري الإيطالي بس ما حلو يا ايش إخوان. ثلاث قارية. بيقول لك مو اعلى بخطوه في المزاد. يلا خلينا نشوف. أنا اللي بدي يخلع رقم ثلاثة. أول. 2 1 اكشف الرقم. 24 فوعاني 22 غليون. 22. إذا هناك نقطتين لعلي فوعاني. إن شاء الله إنه يكون جاهز. 3 2 1 يلا. تفضل. جوليو سيزار تولدو كامبياسو سامويل زانيتي بالوتيلي ميليتو ديل بييرو فيالي رافانيلي اندريا كونتي بيروتزي مانسيني روي باتريسيو سفيلار بجيبهم، الشعراوي بجيبهم. ديبالا بجيبهم. ستانكوفيتش ستة. شو اسمه 6 ضارب. ماتيراتزي 5. ايكور أسوي جيبي بس يمكن فيك كوردوبا شو وقت خلاص وقت. خلص الوقت. 30 ثانية. أنا نفس مايكل. 30 انتهى ثانية. الوقت. النقطة تروح لعبد الله غليون. 21 21 نقطة تروح لعبد الله غليون. واضحة جدا. السؤال يلا، اللي يلا. بعده يقول كسبك كم اسم بشجع. لاعب زامل يلا زلاتان عبد الله. ابراهيموفيتش في ميلان او انتر ميلان فقط تقدر تذكر في 30 ثانية. سؤال حلو وفيه رقم راح يكون. في رقم. يلا مين في فوق ال 20 بنروح. فوق 20. فوق ال 25. فوق 20. ثلاثة. نقول 2 فوق ال 25. 1 اكشف الرقم. نشوف. اوبا 28 غليون. 31 علي فوعاني. علي. 3 مالك يا نقاط. علي. هدي يا علي. يلا يلا بسم الله. يرجع. يخسر 3 كمان 2 نقطة. 1 تفضل. مانياتا ترشانو دوناروما كالابريا اندري كونتي رومانيولي سيمون كاير ثيو هرنانديز بالوتوري ريبيتش كيسي هاكان تونالي زلات اوليفيا جيرو نيستا تياغو سيلفا ابياتي اميليا انتونيني انتونيلي اباتي فان بومن سيدوف جاتوزو بيرلو باتو روبينيو رونالدينيو بورييلو نوتشيرينو فيليب بيكسيس زاباتا ماريو يابيس كيفن برينس بواتينج ادرياسو الوقت فيري صفقة كبيرة لعلي فوعاني. والله وحش. 34 وصل الا اذا في شك بكذا اسم بس. في شك. يا فار في شك طبعا انا سمعتهم. زاد يروح 4. للجنة يرجع الفار للفار. تشوف اللاعبين اللي ما زاملوا زلاتان ابراهيموفيتش سواء كان فترته في الميلان او خلينا فترته نشوف. في انتر ميلان. رجعوا للفار يا جماعة. طبعا هو زاد 4 اسماء. يعني لو خطأ في 2 عادي مش مشكلة. اذا الاجابة صحيحة لعلي فوعاني وثلاث نقاط 5 2
5 محمد نقاط سهيل عبد الان العزيز مع كوتش، علي. شنو تفاصيل هذه الإجابة؟ واثنين. هو طلع سؤال 31 وجاوب 35 اسم، عنده خطأين ثلاثة أخذ عليه يا جماعة. اللي هم 3 زاباتا نقاط. وانتونيلي، كفو. ما شارك معاهم، تواجدوا معاه بالمعسكر بس ما كمباراة رسمية. بورينيو لعب معاه مباراة واحدة طبعاً يا رسمية جماعة الافتتاحية العيلة كلها كانت ضد بتشاهد ليتشي بالحلقة. ثم انتقل. نعم، إذا صفقة كبيرة لعلي فوعاني. العيلة كلها رياضية. 5-2. شكرا يا فار يا جميلين، أجمل فار بالعالم. السؤال الثالث يقول: كم اسم لاعب نيجيري لعب في الدوريات الخمسة الكبرى عبر التاريخ؟ تقدر تذكر في 30 ثانية، علما ان المعد كاتب بين قوسين لاعبين نيجيري. كثر. لا عشان كثر، وبفرنسا هن كثر، بس مين بيحضر الدوري؟ يلا صعب عليهم، صعب. سؤال صعب الحين. سؤال صعب يعني كبيره 10 ل 15. 2 1 يلا. شوف الرقم. اتوقع 10. هذا اثبات انه مو كثر. 11 من سيف. اللي في البال مش طبعا. طبيعي. 3 11 2 سبق 1 برضو. تفضل. انيكي، علي يا علي، يلا يا علي. اوليزيه، كانو، اوكوتشا، تشاكويزي، تاريبو ويست، 5. ايوبي، لقمين اوبي ميكيل، اوبي، باسي. لقمان وين؟ بعد واحد يابو، ما قالوش. ستانداي اوليزي، قلنا 7. يلا احمد موسى، كمان واحد. مديدي، مدفيديدي. إذا صفقة كبيرة لعلي فوعاني. نقطة تصير النتيجة 6-2. لسه بدري يا مليون. ها اكيد عارف، لازم يزيد افضل من عنه. يعرف. السؤال اللي بعده يقول: كم يلا. اسم لاعب وصل الى نهائي يلا دوري سابقوا يا ابطال اوروبا إخوان. منذ عام 6-2 2000 حتى النتيجة. عام 2025 ولم يحقق البطولة نهائيا؟ نهائيا. معي عم نادر. جهز البوبيان تقدر تفكر، لانه خلص وصل نهائي، شو ما كان يلا الا عبد الله. هيك. تقدر تفكر في 30 يلا. ثانية. فوز صعب فوز. السؤال يا زلمه. صعب بس ان شاء الله قدها. عبد الله. كباسم لاعب وصل النهائي بدوري ابطال اوروبا منذ عام 2000 حتى المنتجين ولم يحقق البطوله. 3 2 2 1 شوف الرقم. 20. اوف يا زلمه، شو هذا والله اسطوري. صلاة النبي يا اخوان مش طبيعي. علي يلا بسم الله. 3 2 1 تفضل. جودين، ميراندا، خوان فران، فيليبي لويز، كوكي، جابي، ساول، دياغو كوستا، بوركي، ريوس، جودزي، بلاسكوفسكي، عبد الله الحين. لوكاس باريوس، محمد زيدان، نور الشاهين، كاغاوا، سوبوتيتش، هاملز، شميلزر، بيتزيك، شو اسمه، امريكان، حط رقم جراسي، مش حيفوز. بندر. مش حيفوز. انتهى الوقت. انا مش عندي حيفوز. 21. ما ادري اذا اخطا اكثر من 10 راح ينزل نقطتين، لانه متاكد في اسماء بعد قالها غلط. باريوس وزيدان وباريوس. الله ما يحتاج اي مجهود من الفار. علي فوعاني راح ينزل نقطتين وتصير النتيجه 4-2 لانه عدى ال10 اسماء على توتنهام. غلط. عشان نخلص في يلا. النقاط. نروح حق السؤال اللي بعده واللي يقول: كم اسم لاعب نزل لعب ضد نقطتين. المنتخب الهولندي في من الادوار 6 إلى 4 الاقصائيه الآن. كاس العالم منذ لعب. عام 2010 حتى يلا عام خلينا نشوف. بلكي 2022؟ يعملها الان ريمونتادا. عبد الله. هذا سؤال حلو. هذا رقم فيه. هذا السؤال حلو. الارجنتين لعب قدام هولندا لحالهم 30 جول. طيب يلا. ارجنتين 2018 2010 35 35. راح يجيبون اخوي بقول فوق ال 35. اخوي عمر يلا. في ناس يحطوا 40 بتشوف الحين. بتشوف 3 بس حتى نكون واضحين، لازم يكون لاعب ولا بالقائمة؟ لا بكأس العالم قائم صح؟ قائمة كأس العالم. 23. فوق ال أوكي. 35 راح يوصلوا فوق ال 35 ثلاثة. 35. 2 1 اكشف الرقم. 30 34 غليون. ويلكم تو مزاد غليون. 34 3 نقاط. قد تغلب الطاولة إذا الله وفقك وجاوب صح. 3 2 1 تفضل. ارمانو، لولي، مارتينيز، مولينا، تليفيكو، اكونيا، مونتيل، روميرو، اوتوميني، بيتزيلا، بالاسيوس، ديبالا، ميسي، دي ماريا، الفاريز، انزو، ماك اليستر، ديبول، رينا، فالديز، كاسياس، البيول، تشافي، نيستا، بوسكيتس، ماسا، سيلفا، بيدرو، توريس، يورنتي، كارتيفيا، أربيلوا، اوكي، بيليا، ماسكيرانو، وعندنا اوكي روميرو واوستاري واندوخار واغويرو، هيغوايين. انتهى الوقت. انا عندي اغويرو وهيغوايين. ما نوصل 40 او 34 الله اعلم. بس اعطونا العدل لنا معك 4. أسماء 100% صح. صح. صراحة بس ابي العدل. 4 نقاط الان. رجع للفار ولا يستر. ثلاثة بس
اوكي جمع 3 نقاط. 3 طب في 30 لا اذا جمع كلهن صح لأن القرار وصل رسمي والله ما ادري شو بعد. القرار الان اذا اجابه صحيحه لعبد الله غيور صفقه كبيره. 5 كلام هذه منتدى 5-4 حلو، لعبت حلو، عبد حلو. العزيز. 5 غليون طلب 34 وصل 39 ما عنده أخطاء. طيب يا غليون وبالسلام. بعدها جاء السؤال ثلاث يا الاخير عبد الله. حلو، في فقره حلو. المزاد 5-4 يقول الآن. كم اسم لاعب نتيجة معتزل لصالح سبق عبد وان الله. لعب في نادي توتنهام او مانشستر سيتي عبر التاريخ؟ تقدر أصلا تخسر معتزل، معتزل. مش لاعب خلينا سابق، نشوف مش لاعب سابق يعني طلع من الفريق. لا معتزل. تقدر بده تفكر ياخذوه. في ثانية. نادي توتنهام. توتنهام، مانشستر سيتي. بحس عبد الله راح ياخذه كمان مره. السؤال هذا صعب بس يا عبد الله بحس راح ياخذه. هلا راح يكون قدها 2 1 اكشف. اكشف 23 13 بتوقع انه مسألة؟ والله الله ما 23 توقعتش عبد الله 13 متفوق على غليون. اذا الله بدأت كتب فيديو التوفيق خذ تدخل على السؤال فقرة قصة ما لاعب. زبطتش. 3 يلا يا علي 1 علي فارق شمايكل 10 شيجيفن، بول روبنسون، جو هارت، ديفيد جيمس، كلاوديو برافو، ليدلي كينج، كومباني، داوسون، كلينسمان، زيجي، الدرفيلد، فيرتونخن، اسو ايكوتو، الوقت ميدو، حسام غالي، اديبايور، انيلكا، اندي كول، داريوس فاسل، مبنزا، ديستا، دان، يايا توري، كولو توري. صفقة كبيرة لعلي بوعاني. واو واو على الإجابة جدا جميلة. ذكرني بلاعبين كربت نقطتين يا رباه. والله كفو اللاعب كفو اسطوري علي. يا علي والله كفو. مش مصري. اوه خلصت الان. خلص طبعا يا اخوان فقرة المزاد. هذه فقرة جديدة. هذه جديدة طبعا. اسمها فقرة قصة. حلو فقرة بتجنن. بيحكي قصة لاعب واللي بيحصل اللاعب أول هو بيفوز. حلو يعني هو بده يحكي قصة لاعب والاول اللي بجمع بسرعة وبيعرف قصة مين هذا اللاعب بقول الاسم بيكسب النقاط. يلا حلو خلينا تقول نشوف. أنا اعتزلت بشكل مبكر في عمر 33 اسمع وحققت العديد من البطولات قبل أن أدخل سن 30. فان باستن. خطأ. عبد الله محاولة واحدة عندك. فيليب لام. خطأ. عندك محاولة واحدة. خطأ. بس محاولتين. حلو روح جميل. ثاني. الثانية حاولتين. أنا حققت أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عندما كان يدربني فيلاس بوش. جارث بيل. نقطتين لعلي بوعاني. يا سلام. الله 8-5. الله أسطوري. حلوة اي والله تكفى. والله اسطوري. والله يعني بصراحة توترت شكله يلا على بده نبدأ. ياخذها. القصة الثانية تقول السرعة. أنا لعبت مع يلا القصة الثانية. سبينازولا وغاليارديني جاليارديني. وكريستانتي وسينسي وتدربت تحت قيادة غاسبريني وكاتوزو ومونتيلا. سبيناتزولا. علي ما في شيء. الهنت الثاني. اسمك لاعب. الهنت الثاني أنا حققت دوريين من الدوريات الخمسة الكبرى وحققت بطولة قارية مع بلدي. دوناروما. خطأ. باقي لك محاولة. لا عبد الله 3. بدي قصة في هنا. واحد. بعرف بس يضيع فرصة. خطأ. الهنت الأخير. حلو. أنا أكثر مدرب تدربت تحت قيادته عبر التاريخ هو ستيفانو بيولي. ميلان هيدا. صعب على الاثنين بصراحة السؤال. لا ما انا بحكي فيورنتينا مونتيلا. اكثر مدرب هو ستيفانو بيولي. حققت بطولة مع بلدي. 3 2 ولا حدا راح يوقف. بونوتشي. خطأ. اهبد. أوه. 3 يلا عبد الله 1 اهبد. ابد. في فرانكي. حتى هبد. نحن حصرناها إيه. بالطليان. نحن بأوروبا. بالطليان يا ريت باوروبا. القصة الثالثة تقول أنا أضعت آخر ركلة ترجيحية في المونديال وتسببت في خسارة فريقي للمباراة. أروح على الهنت الثاني. لا لحظة باكا. خطأ. من قلت باكا.
الهنت الثاني: أنا واحد من اللاعبين الذين حققوا الثلاثية تحت قيادة لويس إنريكي. بوسكيتس. خطأ، ما عندك أي إجابة. بيكيه. ما عندك أي إجابة، ليش تخاطر؟ عندك بعد مش عارف انه بعد الهنت الثالث: أنا أكثر لاعب حقق الدوري الفرنسي عبر التاريخ. ضيعها علي. ماركينيوس. هي على فكره بوسكيتس تنطبق عليه ثلاثيه مع برشلونه أضاع آخر ركلة جزاء مع المغرب معي اخر هيت عشان ضد يعرف المغرب. اللاعب ضد المغرب وبيكيه ضد روسيا. كسرها عادي. بكيه ضد روسيا. يعني يعني تنطبق على اللاعب. مش مشكلة. صح والله، إجابتك ذكية. القصة الرابعة تقول: أنا أكثر مدرب تدربت تحت قيادته هو ديفيد مويس، وأكثر نادي انتصرت عليه هو إيفرتون. كيف هيك؟ خلوني أروح أقول الهنت الثاني، أنا ما راح أقول يلا. الهنت لحظة الثاني. لحظة. دربت تحت ديفيد مويس أكثر شيء وربحت على في الليني. إجابة خاطئة. لينغارد. إجابة خاطئة، باقي محاولة للاثنين. كل واحد معاه الهنت محاولة. الثاني: أنا طردت من أكاديمية نادي تشيلسي عندما كان عمري 14 سنة بسبب أن مستواي لا يليق للعب في النادي. ديكلان رايس. نقطتين لعبد الله غليون. سالم. هذا اللي يتابع الاخبار والتصاريح القصص يقراها ما ادري. فنصيحه يا مشتركين الان ابداوا بقراءه القصص من يوم رايح. انا تدربت تحت قياده كارلو انشيلوتي وبيب جوارديولا. القصه الرابعه. يلا. بس اعطاك اياها بس. يعني تبي 3 نقاط؟ 3 نقاط شويه. ألف لاعب ألف لاعب. 3 2. لا روح ما في يعني انا في اول مباراه لي مع برشلونه في الابطال سجلت هاتريك. اوف. ثلاثة. زلاتان. كان خطأ لعلي. 1. الهنت الأخير: أكثر مدرب تدرب تحت قيادته هو يورجن كلوب، وأنا أول لاعب يسجل هاتريك على مانويل نوير. طبعا جوارديولا كان شوت. البرازيلي. انا اكثر مدرب تدربت تحت خطأ. يورجن كلوب. هو أول لاعب سجل هاتريك على نوير، يلا يا علي. وأكثر مدرب تحت كلوب، ولعب في برشلونة. ليفا. ليفاندوفسكي. صح، نقطة لغليون. يا الله شو عم صعب على حاله التفكير. سلمان القطان، عندك رقم تلفونات؟ ليفا. عندك اياه؟ كثير عم جاي. نروح لاحتمالات اصعب بكثير. إذا خلصت فقرة قصة لاعب، خلونا نروح مع دورتموند فقرة وبرشلونة. فقرة الجرس. على برشلونة. كيف والله ما فهمت القصة، بس يلا عبد الله كف. اسطورة. فقرة الجرس الآن. طبعا كل واحد معاه 8 نقاط. حلوات 8 تعادل. السؤال الأول، عندنا 12 سؤال. السؤال الأول: من هو أول مدرب يحقق اليوروبا ليج مع نادي؟ هدي 5. يلا. خطأ. الله يسامحك. مع نادي تشيلسي رافائيل بينيتز. صحيح، ونقطة مستحيل. سهلة لعلي فعاني عبد الله بسبب سريع. استعجال عبد الله غليون. من هو اللاعب استعجل. الذي تحصل على 3 بطاقات صفراء بكأس العالم 2006. ايوه سام. علي. صدمنا. خطأ. من هو اللاعب الذي تحصل على 3 بطاقات صفراء في مباراة واحدة بكأس العالم؟ بعرف المدافع الطويل رقم 14. ايوه. يا اصله استرالي كمان. اصله استرالي. 5 4 3 2. سيميتش. لا. خطأ. لا بس مش سيميتش، اسمه يوركيتش او شيء اي هيك. بس وايد قريب. انت هو مذكر. جوزيب سيمونيتش. سيمونيتش صح قلت مدافع. سيميتش، خرحتني. السؤال الثالث. اذا هذا السؤال لعبد الله غليون. وحده. عبد الله. اخر 3 نسخ في كأس العالم نيمار ارتدى رقم 10 مع المنتخب البرازيلي، من كان قبله؟ ليش قاعد تحك راسك؟ لا اسال يا رجل. فكر. لا انت ليش قاعد تحك راسك صدق؟ جواب عندي شك بجوابين 3. صدق عاد؟ ما في قشره؟ لا هذا شولدرز وقشره. انت تستخدم هيد شولدرز؟ اكيد يعني ما في قشره؟ اكيد. اوكي يلا جاوب. كاكا. كاكا اجابه صحيحه. نقطة عبد الله غليون. 9 ترى نفس الشاب مالي والله العظيم. هسه شوف يلبس اسود وانا مرتاح. حق لي ما يطيح. والله كذا. دخلوا على القشري. يلا اذا تعادل. السؤال اللي بعده يقول: من هو اول قلب دفاع في تاريخ دوري ابطال اوروبا يصنع هاتريك اسيست؟ لا هاتريك اسيست. او
هذه معلومة. أول 5 الله علي 4 3 سيرجينيو. خطأ. قلب دفاع. 5 قلب دفاع. 4 هيرو. خطأ. فيرجل فان دايك. ليش أنا قلت سيرجينيو؟ السؤال الخامس، أين يلعب حاليا اللاعب جون دوران؟ 5 4 فنرباتشي. خطأ. من 6. خطأ. تو من مؤخرا زنت الروسي. السؤال السادس، ما هو أكثر نادي سجل عليه في مسيرة الاحترافية اللاعب فرانشيسكو؟ نسيم لاسي نسيم كل شيء. حسهم قويين انتر. ممكن صحيح. هو لاسي صعب حرفيا. ميلان. خطأ. بارما. السؤال السابع، من هو أول برازيلي يتعاقد معه نادي برشلونة بعد رونالدينيو. بعد رونالدينيو. اي رونالدينيو. كيريسون. خطأ. بعد رونالدو الظاهرة. جواب صعب هذا، ينحط سجيم، هذا ما ينحط جرس. سلماش قاعد تسوي المشتركين حرام. لحظة. سوني أندرسون. واو 10 يا جماعة. ومعنا 10 برافو. لا نصبح برافو. علي. شنو تعليقك الكود؟ نتشاور ان الاسئله صعبه. هو انا قاعد اقول اتوقع القطان يوم مفكر يحط له والله حطها كفو. بليفل مرتين، ما حطها بليفل أكيد، الحلقات. طبعا. اذا 10-9 لعلي فوعاني. السؤال اللي بعده ثامن لعلي وحده. من هو اخر لاعب اجنبي ينتقل من اتلتيكو مدريد الى ريال مدريد؟ أجنبي. نعم. أجنبي. لحظة، مباشر السؤال يعني. مش كان بأتلتيكو، راح مثلا دوري ثاني ولا كورتوا. خطأ. ثيو هرنانديز. فيو هرنانديز صح. عبد الله شفت ليش؟ ايوه ما أنا شايف. حلال بالنسبة لريال مدريد. 10 بالعادة بالعكس. حلوين. تكتيكو الريال قليل. السؤال التاسع، امام اي منتخب حدثت اصابة استمتعوا او بشيء. الاصابة الشهيرة لكريستيان إريكسن؟ عبد فنلندا. الله. نقطة لعبد الله غليون في يورو 2020. أيوة يا أستاذ. 11-10. نتيجة مرة هني مرة هناك. السؤال اللي بعده خليك العاشر، مركز. من هو أول 13 مدرب دقيقة. يحقق الدوري الفرنسي مع نادي باريس؟ تقول 5. انشيلوتي. خطأ. مع نادي باريس سان جيرمان. لوران بلون. خطأ. جيرارد هوليه. قديم. هذه انا بعد الفيلم. نحن عم نفكر بهيدا. السؤال قبل الأخير، أمام أي منتخب كانت آخر مباراة له في المونديال اللاعب باجيو؟ ليش ما تقول لهم فرنسا. فرنسا 98. يا برافو. السؤال الأخير بالجرس، من بعد كريستيانو رونالدو 10. من هو 12 ثاني عبد أكثر الله. لاعب برتغالي تسجيل؟ للأهداف علي. في تاريخ ريال مدريد، لويس فيجو. خطأ. شو تفسر السؤال؟ خطأ. علي. تسجيل الأهداف بتاريخ الدوري دوري الإنجليزي. انجليزي. برناردو. يلا. برناردو سيلفا. هو اسمه برناردو ولا برونو؟ لا برونو برناردو فرنانديز. هذاك. برونو برناردو. أنا أقصد إذا إجابة خاطئة وتنتهي فقرة يا ريتنا ما الجرس خلصناش بسرعة. بتقدم غليون 12-10 فارق نقطتين. هذا هو أقرب تنافس نقطي على الأقل في حلقات التصفيات. خلونا ندخل فقرة سين جيم. جيم. فقرة ما قبل الأخير. إذا سين جيم الحفرة تعرفونها ومميزين فيها، وأكثر من كان مميز فيها في الموسم الماضي هو عبد الله غليون. حفرة مرة لغليون مرة لعلي. راح أذكركم بالزر بعد قبل كل سؤال. السؤال الأول حد حاب يضغط؟ بس عندي سؤال سهيل. قد ايه بيراهنوا؟ اي صح. شنو رهانكم؟ قريتوا أسئلة؟ 3 جواب. 3 يجاوبون. عزيز 2. 2. يلا نبدأ. السؤال الأول أحد حاب يضغط؟ لا. السؤال يقول: أمام أي نادي سجل ليونيل ميسي هدفه الشهير الذي احتفل فيه بتيشيرت نيو أولد بويز تكريما للراحل دييغو مارادونا؟ يا حبيبي. يا حبيبي. يلا 5 4. خلينا نشوف. اسبانيول. خطأ. اوه يبقى. خطأ. خطأ. أسئلة صعبة يا سجين. والله أسئلة ثاني. صعبة يا جماعة. أسئلة صعبة. السؤال يقول عبد الله غليون بروحه: من هو المدرب عبد الذي الله. فاز في اليوروبا سؤال. ليج مع نادي بارما؟ يلا يا عبد الله. يلا يا عبد الله. 5 4 3 2 علي 1. ليش تاخذوا يا عبد الله؟ علي سؤال.
الحفره بتنزله بس ترفع له قدسين. ما هذا المشكله الحين بده يتكحل. خطأ. الفيرتو ماريسان. السؤال الثالث حتى بتضغط عليه؟ لا السؤال يقول في مباراة الحسم في الدوري الاسباني عام 2007 ريال مدريد كان يواجه مايوركا في الجولة 38 انتهت 3-1 لريال مدريد. سجلوا اهداف ريال مدريد هدفين ريس ومن الهدف الاخر؟ لايف. المهم انه حاليا عبد الله معاه نقاط اكثر اللي بشجعه. 5. طبعا كل التوفيق للاثنين بس انا يعني بشجع عبد الله. ديارة. مامادو ديارة صح يا ابو عاني. والله عم بتذكر الماتش بتعرف معنا بالراس 12. السؤال الرابع. يلا روح. السؤال يقول حفرة لعلي فوعاني يوجد ناديان نرويجيان تأهلوا إلى دور 16 في تاريخ الأبطال هم بودو جليمنت ومن؟ يلا يا بي روزنبرغ. حفرة صحيح. 14-10 نزل عبد الله نزل نقطتين وعلي كسب نقطتين يعني 14-10. دمر عبد الله في ثواني. يا الله صعبة صارت. يلا عبد الله حبيبي. 5. يا رب دراكون رود. خطأ. سوري ريفرسايد صح يا ابو عاني. الله اكبر. واو خلاص 3 أسئلة ابو عاني بروحه. بس ما توقعت. سبحان الله فقرة غليون اللي دائما يتميز فيها طلع فيها بزيرو نقاط وسالب 2 بعد سحب فيها نقطتين. لكن غليون لحد الان على قيد الحياة. خلونا ندخل بفقرة التعويض. صار هون 10 وهون 16. يلا فقرة التعويض. إذا أصبحنا جاهزين خلاص لفقرة التعويض. آخر فقرة. خلينا نشوف عبد الله هل راح يقدر ولا خلاص الفوز لعلي. ودائما أول سؤال وايد زدتوا لنا وزننا. نعم قبل لا تقولوا لنا شلونك كنتوا تسألون عن أهم سؤال وين يور كوكيز. كانوا موجودين معنا للمسألة. صفقة ليور كوكيز يا أحباب. هاي احلى مفاجأة. صفقة ليور كوكيز. صفقة البندور. تمام زيدوا وزنكم على راحتكم. تفضلوا عليكم. هو عنده عرس ما يصير. بس خلينا نحلي بعد الحلقة. اكيد عشان نستمتع. نحلي بعد الحلقة. تفضل بدر على كم لاعب. يلا التعويض. لا ما ادري شنو مشكلتك مع الأسئلة الأولى. اللاعب حالي بدأ مسيرته في غرناطة أتلتيكو مدريد ديبورتيفو ألافيز أتلتيكو مدريد بورتو. سامو مهاجم اسباني. طلبات صحيحة لعبد الله غليون. نقطتين لأن انتهت المسيرة. سامو أموني جنيون لسه لاعب فارق 4 حلو. لاعب صغير ايش عرفك فيه؟ يلعب في بورتو شام ايش عرفك فيه؟ ديبورتيفو ألافيز أتلتيكو. لاعب اللي بعده لا عندك زر علي. لاعب هو لاعب معتزل بدأ مسيرته في بوافيستا البرتغالي بنفيكا فيورنتينا نونو غوميز. نقطتين لعلي فوعاني. واو اون فاير فوعاني. والله ما اون فاير. سوري يلا طلبات اذا لفوعاني. واللاعب يقول هو لاعب حالي على فكره بدأ مسيرته في ريال مدريد. فوعاني اخذ كمان هذا السؤال الاخير. أليكس خيمينيز. نقطتين لعلي فوعاني. اعتقد انها حسمت الان لكن راح نكمل اللاعبين. اللاعب اللي بعده هو لاعب معتزل بدأ مسيرته في إيساي وزاي العاجي سبارتا براغ تشيكي فيتسي أرمهام الهولندي سوانسي سيتي على عبد الله بوني. نقطتين لعلي فوعاني. اون فاير والله اون فاير. اخر لاعب في هذه الحلقه يقول هو لاعب حالي بدأ مسيرته في ملقا بريال ستام ريال بيتيس. نقطه لعبد الله غليون. صفقه كبيره لعلي فوعاني. عبد الله لا لما يقومون شجع معي عبد الله
اخر صار يشجع علي، والله اسطوري علي يا اخوان، كل التوفيق له. رهيب يا اخوان، وهارد لك للاسطوره عبد الله غليون، حبيب القلب يا عبد الله، هارد لك يا غالي، والف مبروك لعلي، بيستحق بصراحه اسطوري. وهيك بكون انتهى الفيديو يا اخوان لليوم، شكرا لكم على المشاهده، بتمنى منكم تحطوا لايك على الفيديو الان وتشتركوا بالقناه، يعطيكم العافيه، السلام عليكم.